واليوم حزب الله بمأزق كتير كبير بين انه هو منه رايح الى تحرير القدس والاقصى بعدين بدي اقول لك نحن كلنا لاقطين انفاسنا وعم بيعملوا فيديوهات بتقول انه رايحين زحفا الى القدس. عم بيصوروا انه طالع سيد حسن نصر الله يقول هلا فتحنا الجبهه وزحفنا. اللي بيحضر نعم السياق وبيكون بيشوف شو صار قبل المشاهد الفيديو ما في يتخيل انه طالع يقول له نصلوا. كل تحت الصدمه بدي اشوف شو بده يصير. طلعت قلت قناعتي وحددت وشددت انه اليوم لبنان ما بيحمل حرب، ما تجرونا الى حروب. وتناقشت مع مسؤول من حزب الله على هذا الموضوع وقلت له اليوم بدكم تفكروا بلبنان مش بايران ولا ما بتتخيل. وما بقدر انا بهذا المكان كمان اللي طلعت اول وحده طالبته بالعقلنه ومش بصوت هادي وبلهجه هادي، يعني بحكيهم مثل ما هن. مش هيك اصلا كل هيدي الاحزاب ما حدا بيطيقني وانت ادرى، لانه بقولهم مثل ما هن بخطاب بيحفظ نوعا ما الامن والاستقرار بلبنان وبيخليني اشعر انه هذا الموجود او هذا المعطى موجود عنده فعلا. ما بقدر انا ما اقول انه هذا خطاب عقلاني. بكون انا عم بعمل بس سياسه تنكيات واحقاد، مش السياسه بتبني بلد فينا نعيش فيه كلنا سوا.